لو انت راح تشتغل في مكتب محامي النهارده ولقى ان حضرتك لسه جاي عشان تستهجى او لسه جاي تبدا من الصفر، مش هتلاقي عنده اللي انت عايزه، لان هو ماهوش يعني مفيش فيه قلب انه يقعد يقول لك ده كذا وده كذا والمفروض كذا. ده بتشوفوه طبعا في المحكمه. انزل هات لي اجل في الدعوه الفلانيه، فحضرتك بتاخد الملف، وظيفتك انك بتخش قدام القاضي تقول له انا عايز تاجيل زي الاستاذ الليمبي ما قال، تاخد التاجيل وتروح. انت ما انتش عارف الملف هو ايه اللي اتقال فيه، ما اعرفش. والقضيه طبعا زي ما قلت لسه بقول لزمايلكم كانوا بيسالوني، بيكون مهدر دمها بين القبائل. اللي هو انا شغال معايا 5 في المكتب، كل واحد منهم عمل ورقه في الملف ده. الصح ايه في الحوار ده؟ دي وجهه نظر، كل واحد ليه مدرسه، بس انا وجهه نظري كده. النهارده جاي عندي استاذ جديد اتعلم مهاره معينه او لسه شغال في البدايه، بقول له طيب خد دعاوى على قدك لسه بسيطه، بس ياخدها من الالف للياء، يخلصها يبدا يتدرج ويرتقي لغايه ما يوصل ان هو يترفع مثلا في جنايه. انما انا بفضل كل دوري في المكتب لمده 2 3 سنين بروح اجيب تاجيلات واجي. طب هتتعلم ازاي؟ طب هنا لا، مش هتلاقي الكلام ده. انت معاليك بتمسك الملف من الجلده للجلده. بقول لك ان القضيه دي عباره عن كذا، هترفعها ازاي وتصيغها ازاي، وبعد ما تصيغها بتعد لها مذكره دفاع وتترافع فيها ازاي وتجيب فيها براءه ازاي. ده البرنامج عندي، وده اللي المفروض تشتغل عليه، وده اللي المفروض يتعامل معاك في المكتب. بس للاسف قله قليله هتلاقيهم بيعملوا كده. كان عندي استاذ رحمه الله عليه بيديني الملف من الالف للياء، اتفضل، ولو حصل في الملف خلل انا المسؤول عن الخلل ده. مره وحيده في حياتي اللي اتشطبت مني دعوه، رحت متاخر، تمام، فطالما انت رحت متاخر الرول بتاعك عدى، المفترض من حقك انك تقول له يا ريس طالما الجلسه لسه شغاله بستاذن حضرتك ان انت تجيب لي القضيه اخر الجلسه. عدى الرول بتاعك يا استاذ خلاص. طب ما خلاص القضيه اتشطبت، تمام. طيب القضيه اتشطبت، ايه اللي هيحصل؟ بتعمل لها تجديد من الشطب. لو عملت تجديد من الشطب وما حضرتش المره اللي بعديها تعد الدعوه كأن لم تكن، يعني حق الناس راح. والقضيه ده كان بيبدا الساعه 9 بالظبط، انا داخل المحكمه 9 و3، ما انساش ابدا الموقف ده في حياتي. 9 و3 كان الرول بتاعي عدى، يعني انا مش جاي متاخر اهو، بس انا اتاخرت على القاضي. فقلت للاستاذ بتاعي والله، وكانت اول مره في حياتي يحصل، وكانت اخر مره، هي اول مره واخر مره، لان هو قال لي الملف ده بتاعك وعايزك المره الجايه اتاخر بقى، بدل ما تروح 9 لا روح 10 عشان تبقى كده باظت خالص، وانت اللي تشيل بقى مسؤوليتها. شوف هو حمل المسؤوليه. جيت يوم الجلسه بعد ما جددتها من الشطب وعملت الاعلان، كل ده على عاتقي، انا اللي شايل الليله بقى. مش عملت تجديد من الشطب، اعمل له اعلان وروح استلم الاعلان وانتظر الجلسه، ويوم الجلسه تروح تحضر بدري. انا جيت يوم الجلسه الساعه 7:15 قعدت قدام المحكمه كده اهو مستني القاضي يجي. اول ما جه القاضي يخش برجله قدام المحكمه قمت سابقه وداخل قبل ما هو يدخل. ليه؟ ما هتتشطب وانا هروح في 60 دقيقه. علمني الادب. انما خد الورقه دي وروح هات تاجيل، ماشي. خد الورقه دي ووديها للمحضر وادي له كذا هيخلص لك كذا، ماشي. روح لرئيس القلم الجنائي يحدد لك جلسه، قشطه. روح للمركز علشان المفروض تجيب منه كذا او تعمل كذا وتقيد جنحه كذا، ماشي. ها، سمك لبن تمر هندي، ورقه من ملف على ورقه من ملف على ورقه من ملف، عمرها ما هتعمل لك معلومه. انما هتشيل مسؤوليه الملف من اوله لاخره. كسبت خسرت في وشك يا عم خالد، تعالى لي بقى. خسرت ليه؟ ايه اللي حصل؟ ما حضرتش الجلسه النهارده ليه؟ اتشطبت منك ليه؟ جددها من الشطب وروح احضر. حضرت وخلصت القضيه وكسبتها وكان هو ده درس. عمرها ما حصلت بعد كده ان القضيه تتشطب مني. عندي جلسه الصبح ما نمشي طول الليل، قاعد كده اهو الجلسه، واقوم على كوابيس الجلسه عدت مني. ليه؟ هتروح مني. فالتزمت. تمام كده يا جماعه؟